يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. مين اللي قال إن الفطير الحلو صعب؟ تعالي هوريكي طريقة في 10 دقايق بس هتحضريه. هتعملي أحلى فطير حلو بالسكر واللبن من غير ما تفردي وتورقي وتتعبي فيه، والنتيجة هتطلع ممتازة، طري جدا والتسوية مظبوطة. يلا بينا نشوف الطريقة. في الأول كده بسم الله. هحتاج لطبق غويط وهنزل فيه بكوبايتين مية، ومعايا كيلو إلا ربع دقيق مقلبة فيه ربع معلقة صغيرة ملح. كيلو الدقيق بيعاير 6 كوبايات، فانا هنزل تقريبا كده في الاول ب5 كوبايات. انا الدقيق عندي وزناه، لكن انت لو ما عندكيش ميزان هتعايري 6 كوبايات دقيق. نزلت باغلب كميه الدقيق وسبت مقدار كوبايه كده تقريبا، وبدات ان انا الم العجينه لحد ما بقت معايا طريه وفيها تلزيقه كده زياده. رشيت رشه دقيق على الرخامه وهنزل بالعجينه، ومقدار الدقيق اللي فاضل هبتدي ازود في العجينه واخدمها على الرخامه لحد ما تبقى مظبوطه. يعني عجينه مش طريه قوي ومش ناشفه قوي. المهم انا خدمت العجينه كويس قوي لحد ما بقت معايا ناعمه وقوامها مظبوط. بعد كده في الاخر لفيتها رول وبدات هقطعها ل8 قطع. بعد كده هاخد كل قطعه والفها على شكل كوره، وعندي صينيه مرشوشه رشه دقيق بسيطه قوي، وهحط كور العجين على الصينيه وهغطيها، وهسيب العجين يرتاح نص ساعه. بعد كده هبتدي افرد معلقتين زيت كده وهدهن الرخامه بالزيت. بعد كده هاخد كوره العجين وهحطها على الرخامه، وعلى الوش حته زبده تقريبا كده معلقه زبده، وهبتدي افرد العجينه. انا مش محتاجه مساحه كبيره، انا هفردها كده بمساحه صغيره جدا، بس هحاول ان انا اخلي العجينه على شكل مستطيل. بعد كده هبتدي اقطعها، ممكن ان انا ادهن الوش الاول زبده او اقطعها على طول، مش هتفرق، بس الاسهل ان احنا ندهن الزبده قبل ما نقطع علشان نقطعها مظبوط. هنقطع العجينه من فوق ومن تحت 3 قطع، ومن الجنب من اليمين ومن الشمال قطعتين. هبتدي بعد ما دهنت وش العجينه بالزبده وقطعتها اطبقها بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. انتوا شايفين قد ايه ان المساحه صغيره ومش محتاجين ان احنا نفرد في مساحه كبيره خالص. يعني بأقل مجهود ال8 قطع هنفردهم في أقل من 10 دقايق. والطريقة اللي انتوا شايفينها دي مش هتاخد معاكم وقت خالص ومش هتحتاجي مساحة كبيرة. رشة زيت برضو أو معلقة زيت على الرخامة، ونجيب تاني كورة ونفردها بمساحة بسيطة جدا. بعد كده هندهن العجينة كلها بالزبدة أو نقطعها الأول، بس زي ما قلتلكوا كده الأسهل إن احنا ندهن العجينة بالزبدة الأول. الزبدة انا طلعتها من الفريزر وسبتها على المطبخ لحد ما بقت طرية بالشكل ده. احنا مش محتاجين نسيحها على النار خالص، احنا عايزينها زبدة كده زي ما هي. بعد كده هنبتدي نطبق الاطراف، بناخد الاطراف من فوق ومن تحت ونطبقها على القطعة اللي في النص، والقطعة اللي في النص ندخلها على القطعة اللي بعدها. الطريقة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نقفل الاطراف الاخيرة على العجينة. بس كده الفطيرة عندي اتكونت. انا هشيلها زي ما هي والوش عليه معلقه زبده وهركنها على الصينيه، وهكمل باقي الكميه كلها. وزي ما انتوا شايفين كده انا عملت معاكم 3 قطع علشان تشوفوا قد ايه الطريقه سهله وبسيطه وسريعه كمان. مش هتاخد ولا وقت ولا مجهود ولا هتتعبي فيه ابدا. بعد ما هخلص ال8 قطع هرصهم في الصينيه، وعلى كل واحده معلقه زبده، وهسيب العجين يرتاح ربع ساعه كمان. بعد كده هفرد على طول. الصينيه عندي مقاسها كبير، هياخد 4 فطاير مع بعض، فهدهن الصينيه الاول بمعلقتين زيت مكعب زبده، وهرص ال4 قطع. لو انت ما عندكيش صينيه حجمها كبير كده، تقدري ترصي كل فطيره في صينيه لوحدها، او الصينيه اللي هي مقاسها 20 في 30 هتفردي فيها فطيرتين. كده انا هسوي الفطير ده في فرن البوتاجاز، فلازم الفرن يكون سخن جدا ودرجة الحرارة عالية. اي فطير هنسويه في الفرن لازم درجة الحرارة تبقى عالية، عكس البوتاجاز من فوق الحرارة لازم تكون هادية. بعد ما فردته طبعا بسمك رقيق، لان ده فطير حلو بالسكر واللبن من غير حشو، فلازم يكون رقيق. دخلته الفرن، الفرن سخن جدا زي ما اتفقنا. حطيت الفطير على الرف اللي في النص، والنار عندي من تحت ومن فوق علشان ياخد لون ذهبي بسرعة. الفطير ما ينفعش يطول في الفرن هينشف. قعد معاه تقريبا 6 دقايق، ما كملش 6 دقايق وطلع بالجمال ده، مستوي حلو قوي. الفطيرة رقيقة مش هتاخد وقت يا جماعة، ما تطوليش عليه وما تسويهوش على نار هادية علشان ما ينشفش. اول ما طلع على طول حطيت ال4 فطاير فوق بعض، وغطيتهم بصينيه علشان يفضل طري وسخن كمان، وكملت ال4 اللي بعدهم. لو انت حابه تسويه على نار البوتاجاز من فوق، افردي الفطيره على صينيه او على طاسه، وخلي النار متوسطه او اقل من المتوسطه،
وهتستوي معاكي، واقلبيها على الناحيه التانية اول ما تاخد لون ذهبي هتبقى تحفه. فسويها في الفرن على نار عاليه او على البوتاجاز من فوق على نار هاديه. المهم النتيجه هتطلع من ايدك ان شاء الله ممتازه. بعد كده كل فطيره حطيها في طبق وعليها السكر واللبن، ويا سلام لو معلقه شربات تكون الفانيليا فيه زياده حبتين، هتاكلي احلى فطير. طريقه سهله وبسيطه وسريعه، وان شاء الله لما هتعملوها هيعجبكم جدا جدا. والسلام عليكم.